السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نسمي الله ونبتدي روتين جديد مع بعض النهارده هعمل ايه؟ هعمل حواوشي اسكندراني اللي هو بالعجينة. انا اخر مرة كنت عاملاه اللي هو بالعيش البلدي. بس كنت عاملاه باللحمة. النهارده هعمله بالعجينة والصدوق. كان عندي كيلو ونص دقيق. حطيت عليه لبن بودرة. انا لو عندي لبن بودرة بحط، ما عنديش ما بستكفي باللبن، او اللي انا اعجنها بالبتاع ده بتبقى احلى لما اعجنها باللبن الرايب. برضو كان عندي شوية صغيرين، زي كوباية كده، كملت شوية لبن وحطيت عليهم شوية خل وسبتهم شوية. فاللبن بقى عامل زي لبن الرايب. انا بعمل كده لو ما عنديش لبن رايب يعني. بس حطيت عليه سكر عشان الخميرة، وحطيت عليه ظرفين خميرة، وحطيت عليه شوية زيت وشوية ملح. وابتدي اقلبهم بقى كده. بعد كده ايه، ابتدي اعجنهم. اعمل العجينة الاول ترتاح عقبال ما احضر الحشوة اللي هي الصدق وكده. تكون هي ايه ارتاحت شوية، العجينة تكون ارتاحت شوية. انا حطيت اللبن وهكملها هكمل عجن بالبتاع ده المية. كنت مدفية شوية مية صغيرين، اللي هي تاخد ايه مني شوية شوية عشان ما احطش مية ياما. وبصراحة ما كانش عندي دقيق تاني، كان يعني بس دي غلطة يعني. المفروض كانت لما اعجن اللي انا اسيب شوية دقيق بره عشان لو المية كترت مني. بس هي الحمد لله يعني المرة دي ما عملتش المية طلعت مظبوطة والعجينة طلعت مظبوطة. بس عامة يعني المفروض كنت ان انا اسيب شوية دقيق بره عشان ما اضمنش الظروف فيها ايه. اعجن بقى فيها كويس، احط فيها مية لحد لما العجينة تاخد اللي يكفيها من المية. عجنت فيها ياما يعني. انا اخدت كده البلاستيكة اللي انا بعجن فيها دي وقعدت بيها على الارض. قعدت يعني اعجن 10 دقايق واريح ايدي شوية واعجن تاني لحد لما وصلت للعجينة الحلوة دي قدامكم. بس هغطيها. وهي ما اخدتش الكنكة بتاعت المية دي كلها، لا اخدت سابت فيها شوية يعني، ما اخدتهمش كلهم. هنا هجيب الصدوق وكنت مقطعاه. وعندي بتاع ده بقدونس، واول مره احط عليه شبت. كان عندي حزمه شبت في التلاجة، رحت احط عليه، كان طعمه حلو قوي. وهنا كان عندي بتاع ده بصل، بس ما كنتش مكتره بصل لان ما كانش عندي بصل يعني. شلت من كان كام بصله كده، 3 بصلات، مع ان انا بحط على نص الصدوق او نص اللحمه. بحط معاهم نص بصل بيخليه طعمه حلو قوي، البصل بيخليه طعمه حلو قوي. صفيت منه الميه وهشيله. كنت حاطه كنت عاملاه في الكبة بشوية ملح وشوية فلفل أسمر. وهشيل المية دي احطها في شوية في كيسة يعني، واشيلها في الفريزر. استخدمها في أي تتبيلة تانية. هنا بقى أفضل أعجن فيها خالص لحد لما تنعم أكنها لحمة مفرومة بالظبط. حطيت عليها طماطم، وكنت مقطعة عليها برضو بتاع ده فلفل حامي، بس ما كترتش الفلفل الحامي لأن بصراحة ما كنتش احنا بس اللي هناكله. كان صحابي يعني النهارده بنتجمعوا يوم الخميس، وهم كانوا طالبين بتاع ده اللي انا اعمل لهم حواوشي. بس ما بيحبوا الحواوشي اللي هو الاسكندراني اللي هو بعجينه. فقلت لهم خلاص لما تيجوا عندي ان شاء الله هبقى اعمله لكم. بس كورت كده على قد ما قدرت ان انا اكور الاول الصدوق اشوف هتطلع قد ايه، عشان على اساسها اكور البتاع ده العجينه. بس حطيت شويه ميه البصل في الفريزر، وابتدي اغسل شويه المواعين اللي طلعوا بسرعه كده عشان ما يبقاش ورايا اي حاجه في المطبخ. طبعا الحواوشي بيبقى سريع يعني، ما بيعملش بتاع ده دربكة ياما. هو بس في الصواني اللي هي هيتعمل فيهم يعني في بتاع ده هيتسووا فيهم في الفرن. بس قلت اشطف دول كده بسرعة وابتدي اكون ايه، برضو سبت الخميرة تعمل في الدقيق شوية، اخليها تخمر شوية. بس وكده كده انا بريح الخميرة كل شوية يعني، كل اشكلها شوية واسيبها. اكون اروح اعمل حاجة تكون هي مثلا ايه، اسيبها 10 دقايق كده واسيبها وارجع لها تاني. كده حطيت شوية بتاع ده زيت صغيرين في الطاسة في الطاسة ايه، في الصينية يعني اللي انا هفرد عليها. وابتدي اللي انا ايه، اقسم العجينة عشان هتبقى كبيرة على ايدي، مش هقدر اللي انا امسكها كلها.
واكور اللي هي طلعت لي كام كوره من الصدوق من الحشو. 20 الكيلو ونص طلع لي ب20 كوره بتاع ده الصدوق. هعمل حوالي برضو 20 كوره من الدقيق من العجينه. احاول ان انا اخلي الكور على قد ما اقدر على قد بعض. انا عن نفسي من الناس اللي بحب الحواوشي اللي بحبه اكتر من الحواوشي اللي هو التاني ابو عيش بلدي. وبصراحة لما اكلوه من ايدي على طول يقولوا لي اعمليه. يعني انا ساعات بعمله من غير ما اصوره كمان. حتى ادم النهارده بيقول لي ماما هو انت ما بتزهقيش من الحواوشي؟ مع انه والله هم اللي طلبوه مني النهارده. قلت لهم لما نتجمع ان شاء الله يوم الخميس هنبقى ايه اعمله لكم باذن الله. بس هنا جبت بقى كنت محضرة الصاج اللي انا هسوي فيه الحواوشي. اجيب حتة عجينة كده افردها. انا ما حطيتش زيت تاني. هو شوية الزيت اللي حطيتهم في الاول ده وفردت عليهم كل العجين. وعايزينه كمان مدور، مش عاوزينه اللي انا اعمله بتاع ده نص رغيف كده اتني الرغيف على بعض. لا عايزينه مدور. بس بصراحة لا كان عندي سمسم ولا كان عندي حبة البركة. لو كان عندي سمسم كنت خبزته معي، كنت وانا بعمل العجينة حطيت السمسم معي. هسيبه كده، هفرده كمان يعني هبططه مش هسيبه كده، بس هسيبه لحد لما ايه اخلص الصاج كله. كنت في الوقت ده مشغلة الفرن عشان ادخل الحوش عليه على درجة حرارة عالية يعني. بس ألمه كده بس كده من تحت ولا اضمن ان انا قافلاه كويس. العجينة كانت طرية وحلوة قوي قوي قوي. يعني انا بحب اعجن باللبن الرايب. بيدينا عجينة حلوة طرية. اللي نفسي بقى اجربه اللي انا اعمله ما عملتوش قبل كده العيش الفينو. اللي نفسي بصراحة ان انا اجربه. هنا افرده بقى كده شوية، وكل ما بيقعد شوية برضو كل ما افرده بيفرد معي. اول صاجة اهو ده راح مدخلها على الفرن على طول. وايه واخلص بقية الكمية. هنا كانت الكمية كلها كملت. وايه روح مغطيها كده في فوطة حاجة حاجة ادخلها ايه الفرن. هنا بصوا كان طري وطعمه جميل والله العظيم. كل اللي اكل منه بألف هنا وشفا. عجبه جدا جدا جدا. وهم والله اللي بيطلبوه مني. يعني كان ممكن اعمل لهم طبيخ واللي هم عاوزينه، بس هم بيقولوا لي احنا عايزين حواوشي اسكندراني. اهو العيش طري اهو والشبت برضو مخلي البتاع ده حلو قوي. اول مره احطه بصراحه. انا بحط بقدونس. اول مره اجرب الشبت. طعمه حلو. العيش طعمه حلو والله. ما في فرفوطه عيش اترمت. حتى العيش الحاف اللي بيبقى فيه والله ما اترمت. انا طبعا بيطلع برضو بغطيه. في بيرشوا عليه بالميه كده ويغطوه، لكن انا لا بصراحه بفرده في الصينيه واغطيه عشان يفضل اللي هو ايه طري كده. بس هنا بقى كنت خلصنا واتغدينا الحمد لله. والله هم طلبوا كمان مني ان انا اللي هم يغسلوا المواعين. قلت لهم لا انا كده كده هصور. هكمل يعني بقية الفيديو في المواعين وكده. وهو ما كانش ياما. هو بس اللي معامل مكركب الحوض الصواني. لكن هو ما فيهوش حاجة ياما. وده كان يومي حبايبي. حبيت اشارك يومي معاكم. مش افكركم باللايك والاشتراك في القناة. كومنت حلو منكم. سلام.